مأساة بتشهدها مدينة القاهرة، وهي وفاة طفل أثناء وجوده في سيارة والده. الواقعة بترجع ليوم ماتش مصر نيوزيلندا، والحقيقة كلنا كنا سهرانين لحد الساعة 4، وطبعا الماتش على ما خلص 6، اللي روح بيته على ما وصل 6 ونص. فطبعا خلاص المفروض ان هو خلاص بيجهز نفسه عشان خاطر ان هو هيروح شغله والكلام ده كله. فطبعا على ما لبس والكلام ده، طبعا الام لبست طفلها عشان ياخده معاه يصطحبه الى الحضانه زي ما هو بياخده معاه كل يوم. ولكن طبعا الفرق بين النهارده وبين اي يوم ان هو طبعا مرهق، وان هو كان سهران طول الليل. وده الناس كلها طبعا كانت سهران، لان ما حدش كان يقدر يصحى ينام وبعدين يصحى الساعه 4 عشان يسمع الماتش. فهو طبعا يبقى اكيد كان مطبق. فالحقيقه طبعا ارهاق وتفكير زياده، وطبعا مش واخد حقه في النوم. فاصطحب الطفل معاه وحطه في الطبيعي زي ما بيحطوا معاه في الكرسي الوراني بتاع السيارة. فطبعا الولد غفل، الولد نام. فهو طبعا عشان الولد نام ما ادالوش تنبيه ان هو موجود حد معاه في السيارة، وبما انه هو مش مرهق، يعني مش واخد حقه في النوم ومرهق والكلام ده كله. فطبعا اتجه الى شغله ونسي خالص ان الطفل موجود في في الكرسي الوراني. وطلع شغله الطبيعي، مفيش اي مشكله خالص، وقعد وفطر وانبسط وتمام التمام، اليوم الروتيني الطبيعي اللي بيمشي بتاع كل يوم. الى ان الحضانه رفعت السماعه وكلمت الوالده في ان الولد ما راحش الحضانه، فبتطمن ان هل في حاجه في الكلام ده كله. فقالت لهم لا، ازاي ده هو رايح مع والده. فكلمت والده، هو افتكر يا ولداه ان هو موجود في شنطه في العربيه، في سياره العربيه. فنزل بسرعه، وطبعا كان القدر يعني نقدر نقول ربنا ما يوريها لحد. موقف بصراحة مؤلم، وربنا يصبره وربنا يصبر أمه. وطبعا كلها حاجات بسبب ان يا جماعة الإنسان مننا لازم ياخد راحته وكفايته في النوم عشان يعرف يركز ويعرف يكمل يومه الطبيعي. فالحقيقة الواقعة دي حصلت في كذا حتة برضه قبل كده، حصلت في إيطاليا وحصلت في أمريكا. فالحقيقة يعني الموضوع كله مش عارف هو نعتبره تحت القضاء والقدر، ولا نعتبره تحت إن الإنسان مننا لازما لما يكون مش مظبط ومش واخد كفايته في النوم إنه المفروض إن هو ما يخرجش، المفروض إن هو ما يتحركش يعني. ولكن في الأول في الآخر قضاء ربنا، وربنا يصبر أهله، وربنا يعني يعوضهم خير. واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.